حكاية الفرصة بقى اللي لما تمسكها صح هتلاقي الدور بيجيلك لغاية عندك. كتير لما بيقعدوا بروف الترابيزة كده يقروا عشان الأدوار، تلاقي واحد كده علم في دماغ المخرج يقولك بص الواد ده بيقرا الدور صح. ليه بقى صح؟ لأن هنا في أول أداة مهمة قوي، الخيال. خيال الممثل. الشخصية اللي قدامك لازم تبقى شايفها في خيالك، شايفها بتتحرك ازاي، رجليها ازاي، ايديها بتتحرك ازاي، حواجبها ماشية ازاي، طريقة العينين، البصة، نبرة الصوت، طريقة الكلام، مسرسع ولا حاد. بترسم الشخصية في خيالك، هينفعل ازاي، بيفرح ازاي، بيحزن ازاي، بيتعصب ازاي. لازم ترسم الشخصية في خيالك. أول ما ترسمها في خيالك وتشوفها قدام عينيك، ده البنزين اللي بيدور العربية ويحركك ناحية الأداة التانية اللي هنعرفها مع بعض الفيديو الجاي. خليكم معايا.